علشان احنا عارفين ان المذاكرة قضا ومكتوب علينا، وانك لو مذاكرتش الحاج هيعمل لك رحلة لمصنع الكراسي، هنقولك على 10 نصايح يخلي المذاكرة سهلة وبسيطة. ابعد عن الكافيين، القهوة والشاي والنسكافيه، كل دي حاجات بتخليك تركز مش كده؟ لكن بعد فترة الجسم بيتعود عليها ومش هتعرف تركز من غيرها، بمعنى انك هتضطر تاخد كميات كبيرة منها عشان تعرف تركز اصلا. ما تذاكرش اكتر من ساعة متواصلة، بعد كل ساعة مذاكرة قوم اتمشى 5 دقايق وارجع كمل تاني. لما ترجع هتحس انك لسه هتبدأ وذهنك مستعد يتلقى معلومات جديدة. انا قلت 5 دقايق ها؟ الأهم من إنك تقوم كل ساعة هو إنك ما تقومش في نص جزئية، يعني استنى لحد ما توصل لجزئين مش مرتبطين ببعض وبعد كده قوم، حتى ولو ده هياخد منك 10 دقايق زيادة. جدول المذاكرة من الحاجات الظريفة جدا اللي ممكن تعملها، بس لو هياخد منك أكتر من 10 دقايق يبقى ما تعملهوش، خصوصا البنات اللي بيقعدوا يرسموا ويلونوا فيه 4 أيام وبعدين يذاكروا بيه يوم واحد. وحاول ما تربطهوش بوقت أو بمواعيد، كل ما كان الجدول أبسط ومش معقد كل ما عرفت تنفذه بشكل أسهل. كل الأبحاث والدراسات اللي اتعملت عن موضوع المذاكرة أكدت إن الرياضة مهما كان نوعها بتؤدي فعلا لزيادة قدرة الاستيعاب، لأنها بتسرع الدورة الدموية وبتضخ كميات دم كبيرة للمخ، فخلي في يومك من 15 ل 20 دقيقة رياضة. لما تيجي تذاكر درس اقرأ العناوين الرئيسية في الدرس كله الأول، وافهم هو بيتكلم عن ايه قبل ما تخش في أي تفاصيل، ده هيخلي الدرس يثبت في ذاكرتك كقطعة واحدة مش كمعلومات منفردة. ما تضيعش وقتك في اي حاجة محتاجة انك تحفظها، احسن طريقة هي انك تكتب الحاجة اللي عايز تحفظها في ورقة وتعلقها قدامك، كل ما تحتاجها تبص لها، مع الوقت هتحفظها بشكل تلقائي من غير ما تضيع وقت في حفظها مخصوص. فيسبوك، تويتر، يوتيوب وانستجرام هم ألد أعداء المذاكرة، علشان كده احرص انك تقفل الواي فاي او الداتا انترنت في موبايلك قبل ما تبدأ، واوعى تفكر تفتحهم في ال5 دقايق اللي بترتاح فيهم، علشان ال5 دقايق دي بتطول لآخر اليوم دايما. رتب مكتبك وأوضتك قبل ما تبدأ مذاكرة، علشان العامل النفسي هنا مهم جدا. لما تذاكر في مكان مترتب هتحس براحة كبيرة وهتنجز أكتر بكتير من اللي كنت هتنجزه في نفس الوقت ونفس المكان اللي ما كانش مترتب. لما تيجي تراجع على حاجة ذاكرتها قبل كده يستحسن ما تراجعش من نفس الكتاب أو الورق اللي ذاكرت منه في أول مرة، لأن عقلك هيعيد نفس اللي عمله في أول مرة وهتحصل على نفس النتيجة بالظبط. الأحسن إنك تراجع من كتاب ما ذاكرتش منه قبل كده، علشان تكتشف أي اختلافات أو أي حاجة ما كنتش واخد بالك منها في أول مرة.